طيب احنا معنا على الهاتف استاذ حسين عبد الواحد مدير تحرير اخبار اليوم. استاذ حسين، من وجهة نظرك يعني ما مدى ارتباط هذا الموقع باجهزة الاستخبارات في العالم؟ يعني هو في حقيقة الامر ارتباط مثل هذه المواقع باجهزة مخابرات او غيرها هو اتهام موجه لها جميعا في اطار نظرية التفسير التآمري للتاريخ. حقيقة الامر ان المهم في القضية هل هذه الوثائق التي تم الحصول عليها وتم تسريبها وثائق حقيقية ام هي وثائق مزيفة؟ انا اتصور اننا يجب ان نوجه التحية لمثل هذه المؤسسات. حتى في الولايات المتحدة الامريكية اريد ان اقول كلمة اخيرة، انه اذا كان الولايات المتحدة الامريكية دولة يمارس فيها البنتاجون والCIA ابشع الممارسات ضد شعوب الدول الاخرى وضد الشعب الامريكي ذاته، الا ان النقطة المضيئة الهائلة في هذا المجتمع الامريكي هي المنظمات غير الحكومية، هي الثينك تانكس او معاهد الابحاث، هي مواقع الكمبيوتر ومواقع الانترنت التي تحاول فتح جرائم الحكومة والإدارة الأمريكية. ولذلك أنا أتصور أننا يجب أن نتعامل بنوع من التقدير والاحترام وألا نروج تلك الشائعات التي تحاول النيل من الدور النبيل والمحترم الذي تقوم به. شكرا أستاذ حسين عبد الواحد مدير تحرير أخبار اليوم. شكرا. طيب دكتور، يعني فهمنا من كلام أستاذ حسين عبد الواحد انه بيقدر مثل هذه المواقع وشايف ان احنا بالعكس المفروض ان احنا ندعمهم ان كان في امكانيه لهذا الدعم. لكن مش شايف، اولا هل حضرتك متفق مع هذا الكلام ولا شايف ان كل موقع او كل شركه او كل حد بيبقى ليه اهدافه واجندته الخاصه؟ هو يعني انا متفق جدا. خلي بالك احنا هنا المصداقيه طالعه من ردود الافعال. يعني النهارده لما الامم المتحده ردت، لما منظمه هيومن واتش رايتس ردت، لما مجلس حقوق الانسان رد، معنى كده ان هذا كلام مش ممكن يكون مفبرك. ما بنشككش في ان ده. انا بس بتكلم على جزئيه ان في احتماليه تزوير او في احتماليه ان يكون دوله زق. دوله زق الموضوع ده، يعني انا شايف انه مستبعد قوي، ان هو نشاط ناس شاطره جدا بتعرف تتعامل في هذا الموضوع. خلي بالك على الفيسبوك ظهر جروب تبع الويكيليكس، وعلى التويتر، والتويتر شغالين على طول، كل ما يطلعوا بمعلومات تلاقي على طول اول باول شغالين. فالموضوع ده انا زي ما قلت في اول الكلام ده بدايه لفيض لا نهائي او فيضان من المعلومات اللي هتطلع من منظمات تانية، من مواقع تانية بيخص هذا الموضوع، ان هي تسريب معلومات. كان زمان فاكره طبعا يقول لك بعد 30 سنه هنفرد عن بعض الوثائق، دلوقتي لا، خلاص بقت اون ذا سبوت، بقت في لحظتها بتطلع معلومات. طيب السايتس او المواقع بيبقى فيه جزء منها ربحي، يعني موقع بيفتح علشان نتيجه يعني انه لازم يكسب او يبقى في شق تجاري. هل هذا الموقع ويكيليكس مصنف تحت هذه المواقع؟ يعني هل الهدف منه هدف تجاري كسب؟ هو عاملها بمنتهى الذكاء، قال لك احنا نقبل التبرعات. يعني اعمل دونيشن، حاطط كده ايكون انك تعملي دونيشن، تشوفي هتبعتي له ازاي على حساب بنك في سويسرا، وتروحي باعتين الدونيشن تبرعات. فهو دي طبعا حركه في منتهى الذكاء، وبيقول ان انا باخد فلوس عشان اطلع شغل احسن. بيقولوا انه في نقص تمويل كمان. فهو يعني هو شايف ان دي طريقه مشروعه، زي مواقع كتيره بتلاقيها ببلاش، مواقع القران لكن تقبل التبرعات. تقول لك احنا بنقبل تبرعات عشان نحسن الخدمه بتاعتنا ونحسن جوده المحتوى بتاعنا. طب هل حصل يعني اللي سرب مثل هذه الوثائق او المعلومات يحصلوا على اموال، ومنين التمويل؟ النهارده يعني انا يا اما اكون انا مقتنع بفكره ان انا مثلا ناشط، او انا بشتغل في جهه ما ومش عاجبني اللي بيحصل، يعني فبضطر ان انا يعني ادعم هذا الموضوع، يا اما انا باخد فلوس. يعني ومفيش اي حد بعيد عن الموضوع ده. هم اكتشفوا مثلا في بعض المواقع ان في ناس بتسرب الايميلات، الباسوردز، وبتباعها الناس هاكرز روس، وانت بتشتريها من هاكرز روس. فهم يعني محتمل جدا تلاقي ناس متضامنه مع هذا الموضوع، او ناس عايزه تدعم هذا الموضوع، وكل واحد بيقدم اللي بيقدر عليه في الجزئيه ديت يعني.
طيب يعني بيقال انه الهدف من هذا الموقع هو كان كشف الممارسات القمعيه والمنافيه لمبادئ حقوق الانسان في قارتي اسيا وافريقيا. يعني هل بالفعل حقق الموقع هذا الهدف؟ هو خلي بالك، هو بغض النظر عن الوثائق اللي نشرت عن العراق يعني. هو ابتدى الاول انه اذاع وثائق عن احد البنوك في سويسرا انها بتهرب الفلوس في الكيمن ايلاندز، في جزر الكيمن، والبنك رفع قضيه فاتشال منهم الدومين بتاع اورج. يعني هم كان اسمهم الاول wikilinks.org، بعد كده اتشال فهم هربوا، ده بقى .be، بعدين .fr اللي هي فرنسا، بعدين دلوقتي بتخش ساعات تلاقي اورج تاني بتروح وبتيجي معاهم. فيعني ما ابتداش خالص بالحته ان انا داخل على اسيا وعلى افريقيا، كان هو ابتدى بحاجات حاجه ثانيه بس هو يعني هو انا شايف ان دي بدايه. احنا لسه مش زي الفيسبوك لما ابتدى بعدد صغير جدا وابتدى طلبه جامعه، لحد دلوقتي بقى هو عامل يعني سياده على العالم كله بيتصرف. بس هو بقى له 3 سنين يا دكتور. بس هو الفيسبوك قعد 4 سنين على ما ابتدى الناس تفوق له. يعني هو طلع من 2004 ابتدى ينضج في مصر. لا خلي بالك حضرتك، لا هو نضج في امريكا على 2006، يعني قعد سنتين برضه تحت بس ده موقع يعني طبيعه خاصه، ده موقع اجتماعي، انما ده يعني انا بتكلم على جزئيه الانتشار. احنا دلوقتي بقينا كل يوم بنسمع جديد خارج من موضوع الويكيليكس، وطبعا ده هيشجع ناس كتير قوي شغاله في جهات استخباراتيه في دول عالميه اخرى انها تاخد بنفس الكونسيبت، تاخد الداتا وتبعتها ليهم. طالما الداتا مؤمنه ومصادرها مؤمنه فمش هيحصل حاجه، فانا هطلع الداتا دي زي البنوك السويسريه. انت مش عارفه تقدري تعرفي الحساب ده بتاع مين ومؤمن باقصى سريه يعني بالظبط. فطالما انا مش هيحصل لي حاجه، هتلاقي ناس كتير قوي بتطلع المعلومات اللي عندها، ودي البدايه. انا بقول لحضرتك انا اتنبأ. طيب الموقع ده يا دكتور بالتاكيد بيزعج حكومات الدول. هل متوقع ان تتخذ بعض الدول على رأسها الولايات المتحده مثلا اجراءات تحد من الوصول الى هذا الموقع؟ هو الصين قفلته وبرضه فضل شغال، يعني استحاله انك لان هو بيقال انه اصلا مكون من مجموعه من المنشقين الصينيين. يعني من ضمن الحاجات. بس هو المشكله ان انا بطلع من كذا مكان. انا ممكن اقول مثلا محمد سيد محمد دي من مكان، وسيد من مكان، ومحمد تاني من مكان تاني، فانت مش هتعرفي تمسكي زي اللي بيحصل في تنظيم القاعده، بيذيعوا افلام مهما عملتي ما بتعرفيش توصلي هم بعتوها منين وعملوا البيانات بتاعتهم منين. فالتكنولوجيا يقابلها تكنولوجيا مضاده، يقابلها تكنولوجيا مضاده تاني، وحرب ما بتخلصش. فاحنا يعني فعلا شفنا ان الصين قفلت ياهو او طلعت ياهو خاص بيها، وقفلت الويكيليكس يعني من ناحيه. بس برضو ما فيش حاجه اسمها قفل. يعني طالما احنا بقينا كلنا على الملأ، مفيش يعني اللي عايز يخبي الشمس بيخبيها فوق راسه بس. طب يعني ايه قفلوا؟ طيب هو بيقول انه قفل. زي ما طب احنا قلنا ان سوريا قفلت الفيسبوك، والفيسبوك ما اتقفلش في سوريا. او ايران قفلت الفيسبوك، وايران بيخشوا ببروكسي، بيخشوا باللينكس، حاجه غير زي ما حضرتك قلت كل تكنولوجيا لا تكنولوجيا مضاده، وهذا يعني بيحصل على طول وهيفضل يحصل على طول. يعني لا يمكن لاي دوله انها تحد من هذا الموقع او تسبب له مشاكل اجرائيه. قد تشكك فيه زي ما شفنا في العراق، قال لك دي فقاعه عالميه اللي بيقولوا، لكن بالنسبه لاذى الموقع نفسه لا تقدر اي دوله على انها تعمل له حاجه. لا اعتقد ابدا. طب حضرتك كنت بتقول من شويه بتنبأ للموقع ده المزيد من الوثائق والمزيد من النمو، ومزيد من مواقع اخرى كمان، يعني ده على غراره. على غراره بالظبط. طبعا ان ده يعني طالما الكونسبت او المبدا هو مفهوم، او ان واحد عارف يسرب معلومات، هتلاقي ناس كتير وبعد كده بفلوس بقى. تلاقي ان مثلا اللي حضرتك بتقول عليه بقى ان حكومه من الحكومات تروح عامله موقع يسرب اسرار ضد الحكومات الاخرى، وطالما المعلومات يا اما ناس متطوعه يا اما ناس بتاخد فلوس، في الحالتين هتلاقي كميه كبيره جدا من المعلومات. واداره هذه المعلومات والبروباغندا بتمشي لوحدها بقى. تخش على النت تلاقي الموضوع عمال يستفحل ويستشري. احنا شفنا النهارده مواقع صحف مصريه زي اليوم السابع والشروق عماله تتكلم على الويكيليكس، بعدين تخش على جوجل نيوز، تخش على البي بي سي تلاقي ان الموضوع، تخش على CNN اللي بالعربي تلاقي كل شويه ابديت. فالموضوع خلاص بقى حديث كبير قوي. هتبقى دي هوجه جديده ما كانتش. طب هذه الهوجه يا دكتور، يعني هل مش في حاجه اسمها احترام سريه شركات او حكومات؟ ممكن ان الشركات زي ما حضرتك بتقول، ان الراجل قال ان الفتره اللي جايه فساد الشركات. طب مفيش حاجه اسمها سريه المعلومات، ان هي حاجه تبقى يعني غير قانونيه ان انت تكشف عن اسرار شركات واسرار حكومات؟ ممكن ان دي تبقى حاجه قانونيه، مدخل قانوني للحد من تعامل الموقع ده. يمكن التدخل التكنولوجي او الالكتروني ما ينفعش، بس ممكن القانوني ينفع. خلي بالك حضرتك القانون دي مساله نسبيه، في دول بتسمح وفي دول لا تسمح، وبالنسبه لها حاجات زي دي ممنوعه وحاجات ثانيه مش ممنوعه. فالموضوع هنا يعني نسبي. الموضوع الثاني بيقول لك طب ما خلاص ابسط حاجه بطلوا فساد.
يعني لو منعت ابسط حاجه خالص يعني هو يعني هي كانت يعني هو جوليان اسانج قال لك يعني طب يعني لو في شركات بتعمل فساد ما تعملش او دول يعني. طيب يعني من الممكن يعني حضرتك قلت انه لا صعب انه اي دوله تقدر انها تعمل اي اجراءات عقابيه ضد هذا الموقع، لكن اذا تم الكشف عن المجموعه اللي بتشكل هذا الموقع، احنا عارفين الرجل الاساسي او اللي بيطلع في الصوره، يعني من الممكن استهدافه من قبل اجهزه مخابرات، من قبل شركات صناعيه مش عايزه انه اسرارها تكشف والفساد اللي موجود فيها يكشف، يعني هل القائمين على هذا الموقع في خطر مثلا على حياتهم؟ هو الوحيد اللي ظاهر هو هذا الشخص. اذا هذا الشخص انتهى وفي الاف من الناس اللي معاه مساعدين، هو حس بكده بدليل انه طلب اللجوء السياسي يوم الجمعه اللي فات الى سويسرا. يعني غريبه فعلا ان هو يبتدي يطلب في حق اللجوء السياسي يعني وكمان نقل كل تفاصيل الموقع وسيرفراته الى سويسرا عشان تبقى محمية تماما. طب اذا كان ابتدى ببنوك سويسرا يعني حتى ما انت ممكن تهاجمي في امريكا وانت عايشه في امريكا، ما فيش حاجه يعني. بس هي كانت مشكله العراق كمان ان هو يعني الاحصائيات اللي حولها قال لك مثلا واحد يعني ال 66,000 واحد قلناهم دول بواقع 31 مدني يوميا. وقارن نفس الوقت بافغانستان، قال لك في افغانستان في نفس الفتره مات 20,000 واحد، يعني 5 أضعاف اللي ماتوا في افغانستان ماتوا في العراق. 60% منهم كانوا من المدنيين بواقع 31 مدني يوميا. فدي كانت ارقام يعني احنا نحزن قوي كعرب، احنا نحزن قوي ان الناس دي بيحصل لها كده. وهو بيقول لك انا بدور على اسلحه دمار شامل، ما لقاش اسلحه. اذا ما لقيتش اسلحه انت قاعد هناك لحد دلوقتي ليه؟ وابتدى بقى الاقوال انت عمال تشفط البترول، انت عملت عايز تقسم العراق، عايز تعمل يعني في حاجات كتيره جدا بقت بالنسبه لنا احنا حاسين ان دول جيران عرب وبيحصل فيهم كده، واحنا يعني والوثائق عماله تطلع وحاجات بالنسبه لنا في غايه الحزن ان احنا نعرف كده. طيب يا دكتور اخيرا، يعني هل وجود مثل هذه المواقع وهي يعني حاجه جديده جدا على تفكير العالم كله، هل بالفعل ممكن ان هو يغير قرارات ما او يعني يشكل وجه التاريخ بشكل اخر؟ بنسبه كبيره جدا. بنسبه كبيره جدا ان في ناس كتير قوي هتخاف، في ناس هتغير من خططها، في زي ما في تجسس، في دول قبل ما تقدم على افعال معينه تخاف ان موقع زي ويكيليكس ينشر ما تفعله، ودي حاجه هتبقى في مصلحه البشريه. يعني تعتبر هذه المواقع هي الضمير العالمي الان. بالظبط، عند حضرتك حاجه. بنشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على يعني هذه المعلومات والرؤيه والتوقعات اصلا ان مزيد من المواقع زي ويكيليكس هينتشروا في الفتره القادمه. شكرا يا دكتور لحضورك. شكرا، ومشاهدينا بنصل بهذا الى ختام هذه الحلقه. تصبحوا على خير.